اشهر حاجه بنسمع البنات بتتكلم عليها بعد ما تطلع من الولاده، بقت مرمط ومفيش خصوصيه خالص وكل شويه نايب بيدخل عليا. طب هو ده العادي؟ احنا عايزين نبقى معرفين الستات في البودكاست ده هو ايه حقوقها. هي ينفع تطلب من الدكتور انه لا انا مش عايزه حد غيرك يشوفني؟ طب ما هو مش موجود. هو مش المفروض يكون كل شوية حد داخل بيكشف. مش تمام. كل ساعه او ساعتين عشان يشوف الدايليشن؟ لا، هو احنا طبعا دي حاجة قديمة جدا برضو تبع الاكتيف مانجمنت اوف ليبر، ان احنا مادام مدين طلق صناعي عايزين التوسع يروح، وكان في تشارتس كده وحاجات قديمة جدا، ولكن احنا بنتكلم على الصح واللي بيتعمل دلوقتي. ست دخلت بتولد، بيبقى في مساحة ما بين الكشف والتاني، فبيبقى عنده نايب او دكتور اسيستنت هو اللي هيتابع الحالة من الأول لحد ما يجي دكتورها. أول حاجة المفروض يعملها إن هو يعرف نفسه، هتابع حالتك النهاردة ودلوقتي هعمل 1 2 3، لأن احنا بنتكلم على منطقة حساسة جدا، خاصة لو الست عندها تاريخ بتاع تعدي جسدي أو عندها تروما هي أصلا مش عارفاها، بيخلي الموضوع كارثي. طب إذا هي وافقت إن هما تبقى تولد في مكان تعليمي، وبيدخل بقى المعيد مثلا أو النايب، بيبقوا داخلين 5 6 مع أيوه بعض، أيوه، هي المفروض تبقى متوقعة إن إيه اللي يحصل؟ إن احنا نفهمها إنه في جروب تعليمي، هل حضرتك توافقي على حاجة زي كده ولا لا؟